كارولين عزمي بقى. لا 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 البنوته الجميله دي لا ننقل حوار تاني فعلا. ما حدش حاببها، مش قادر يغير طبعه. ما انا ده اللي بسمعه، يعني اسمع من غزي يقول لي كارولين مش عارف كزبره، يقول جنه، حتى جنه المفروض اللي هي صديقتها قوي برضه قافله. لا اله الا الله. فما اعرفش ليه، بس انا ما شفتش حاجه بصراحه يعني. انا هقول لك اولا هي عملت مجموعه من الاعمال في التلفزيون حلوه جدا، الناس حبتها قوي. بدايه المحبه كانت مع ابو العروسه، وبعد كده توالت الادوار. رمضان اللي فات كنتي في راس الافعى، بس اول مره تعملي سينما صح. اترعبتي ولا بالنسبه لك لطيف؟ ما انا مرعوبه لحد دلوقتي. انا مرعوبه لحد دلوقتي. لا بصراحه يعني انا اصلا كان نفسي اشتغل قوي 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 مع استاذ طارق الجنايني، فانا اول ما جات لي المكالمه انا وافقت في المكالمه، يعني ما استنيتش مثلا لما الورق يجي لي فاقرا الدور. يعني انا مؤمنه جدا جدا بشركه الانتاج، عارفه ان انا في ايدي امينه يعني، فطبعا شكرا. ده موسى هي بتطبق دورها دلوقتي. عشان جايه، عشان في حاجه جايه. راميه اللي بعيد طبعا. العقد بره، عايز العقد بره. انا ببص قدامي. لا لا، اصل هو ابن بلد وفاهم. أنا هو خلاص الفيلم لسه قدامه اسبوع، ممكن يبقى فيه حته منتجاه صغيره، صح؟ يعني اللي يلحق يا جماعه. لا لا والله بكلف بجد، يعني انا اول ما جالي الدور وافقت في نفس الوقت على طول، انا موافقه يعني قبل ما اقرا بقى الدور وقبل اي حاجه. وطبعا كزبره وغزي انا نفسي اشتغل معاهم واتبسطت قوي. غزي كده كده احنا اصحاب من قبل الفيلم، كزبره اتفاجئت بيه قوي، يعني بقى من اقرب الناس ليا يعني في الحياه، يعني عامه في الشغل او بره الشغل. وجانا كلنا مع بعض، احنا اللي هتشوفوه في الفيلم هو ده الحقيقه، يعني احنا بجد بنحب بعض ودايما مع بعض بره التصوير، ولما نخلص مشاهدنا نقعد مع بعض ونتجمع وناكل ونهزر ونضحك، فدي بجد من احلى كواليس حياتي يعني.